السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في احسن الاحوال. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو البنات غادي نشارك معكم واحد الرغيفات معسلين. صراحه كلشي كيحماق عليهم، لا الكبار ولا الصغار. انا كيعجبوا وليداتي بزاف، بغيت نحضرهم وشاركتهم معكم البنات. هانتوما كتشوفوا البنات حضرت الرغيف ديال الشحمه. صراحه انا كيعجبوني شخصيا، ووليداتي كيعجبهم دوك الرغيف ديال العسل، وما بغيتش نخسر لهم خاطرهم. حضرت رغيف ديال الشحمه ورغيفات ديال العسل. بالنسبه للمقادير البنات، مسح لي داك المقطع كنعتذر، غادي نحضرهم معكم ان شاء الله، وراني ديجا نزلتهم معكم في القناه. بالنسبه للمقادير البنات ديال دوك الرغيفات المعسلين، عندنا واحد الكميه ديال الطحين تقريبا نص كيلو، غادي نديرو فيه معلقه ديال الزبده، وواحد الخماره البنات حمراء، واحد ساشيه الفاني، معلقه القرفه، قبيصه الملح. وبالنسبه للسكر سنيده كنديرو غير واحد نص معلقه تقريبا. صافي البنات، هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو، وكنعجنهم بالمزهر. بالنسبه للتنسيم كنسمهم البنات بالقرفه كما ليكم، ودرت فيهم واحد شويه ديال اللوز مطحون، شويه ديال الكاوكاو، شويه ديال السنجلان. هادوك مقادير البنات. شويه ديال النافع وحبه حلاوه هما كيعطيو واحد المذاق رائع لهاد الرغيفات. صافي البنات، هادو هما المقادير اللي حطيت. هانتوما كتشوفوا هنا من بعد ما عجناهم مزيان وخلينا ديك العجينه ديالنا ترتاح، خدينا وضعناهم كويرات صغار. شفتوا البنات داك القوام راه باقي فيهم لاني ما طحنتهمش بزاف. هزيت واحد شويه ديال السفوف ديال اللوز وديال الكاوكاو والقرفه والنافع وحبه حلاوه، وعجنتهم البنات بالمزهر. ما درتش فيهم البنات البيض، وراه كيجيو غزالين البنات، كيجيو زوينين. شفتوا بهذا الشكل. صافي هنايا كناخذهم بعد ما درتهم كويرات صغار، كنورقهم بهذا الشكل، كنديرهم بسمنات صغار، كنخليهم يرتاحوا. صافي كنوضعوا الزيت البنات سخن. وبالنسبه لداك العسل راني حضرته معكم في القناه، غادي نوضع عليه واحد شويه ديال المزهر غير باش يزيدوا يتنسموا. اما انا راني عجنتهم بالمزهر البنات. هانتوما كتشوفوا معايا انا كنورقهم بهذا الشكل، واخا كيتقطعوا ماشي كيتقطعوا حيت داك القوام ما مطحونش مزيان، خليته شويه باش ملي تكونوا كتاكلوهم تحسوا بهذاك، تحسوا باللوز والكاوكاو والزنجلان، تحسوا بهم ملي تكونوا كتاكلوا. انا ما بغيتش نيلهم بزاف، نتوما يمكن لكم، نتوما كيبقى لكم الاختيار. هو كما درتوا لي غادي يجيو زوينين. هنايا البنات هانتوما كتشوفوا درنا الزيت ديالنا كتسخن، العسل اللي وضعنا فيه واحد شويه ديال المزهر، هذا هو العسل البنات اللي حضرت معكم بالزعتر والقرفه، كيجي زوين البنات. لا بالنسبه للشباكيه اي معسل حضرته به. وهنا وضعت هذيك الصفايه فاش غادي نديرهم يتسقطروا من العسل. صافي هنا كما كتشوفوا الزيت هي سخنات، غادي نبداو نورقهم غير صغيورين بهذا الشكل، وغادي نبقاو نوضعوهم في المقله وحنا كنخويو فوق منهم الزيت بهذا الشكل باش يتنفخوا. ولكن البنات راه كيجيو زوينين. هنا من بعد ما تحمروا لينا نتوما كتشوفوا وضعناهم في العسل ودرناهم هنا باش يقطروا. صافي غادي نكمل الكميه كامله ونتلاقاو باش تشوفوا الشكل النهائي ديالهم. هانتوما معايا البنات.
هنا البنات راني خليت واحد الكميه ما وضعتهاش في العسل، غير قليتها وحطيتها هكذاك، حيت كاينه البنات اللي ما كيبغيش العسل. نتوما كتشوفوا حتى هادو اللي ما فيهمش العسل صراحه كيجيو زوينين، كيجيو مقرمشين. كان هذا هو الاقتراح ديال اليوم البنات. كما قلت لكم حضرت رغيفات معسلين ورغيفات ديال الشحمه، صراحه كيجيو غزال. نتمنى انكم تجربوهم، ونتمنى انكم تخليو لي شي كومونتير زوين وتبارطاجيو مع الاهل والاصدقاء. وشكرا لكم البنات بزاف على الدعم، ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.